كلمتين للبنات اللي عايزه تهرب من اهلها. هي شايفه في نظرها هي اللي هي لما تبعد عن اهلها يبقى هي كده الحمد لله تمام والدنيا حلوه وبلوزه خالص. هي ما تعرفش ايه المستخبي بعد كده، والحمد لله اللي هي ما تعرفش المستخبي بعد كده، عشان لو عرفت المستخبي بعد كده كانت قتلت الواد اللي معاها. طبعا الواد لما يقول لك انا بحبك وانا بعشقك وانا بموت فيكي وانا والتيت والشريط وبابا غنوج، هو عايز يوصل لحاجه معينه انت مش واخده بالك منها او مش شايفاها دلوقتي، شايفاها لما ياخد الحاجه ويسيبك. طبعا البنت تبقى عايشه مغرم حياتها في حب، في كلام الحب والرومانسيه والشعور والهرمونات. اهم حاجه الهرمونات دي بقى يبقى دي تحتها 50,000 خط، عشان الهرمونات دي هي بتسبب اللي 99.9 اللي الهروب 100%. مش حب، لا هرمونات. هتقول لي لا انا بحبه وانا بعشقه، لا هرمونات. الواد شاب جميل ولذيذ وحلو، مزه الواد ده مزه، عايز اسيب اهلي وابيع الدنيا كلها وامشي وراه. ما انت هتمشي وراه هتغرقي، وانت فكر لما تمشي وراه هو هيطلعك فوق؟ لا 1% في الدنيا دي كلها ده لو طلعك فوق. 1% وابصم بالعشرة. دائما الشخص الفاهم، الشخص المتعلم، الشخص اللي فاهم الدنيا يعني والحياه، اللي لما انا دلوقتي اخد بنت هربت من اهلها، معايا؟ خدوا ركزوا في الكلام ده. بنت هربت من اهلها مش هتهرب منك في يوم من الايام؟ هتهرب اي مشكله صغيره وهتهرب، صح ولا انا غلطان؟ دي حاجه صغيره. طب هل هستأمن بيتي عليها، او هستأمن فلوسي عليها، او هستأمن لو ربنا رزق عيال هستأمن عليها؟ لا. هي اساسا هربت من اللي ربوها، هربت من اللي شالوها كده وهي عندها 9 اشهر وربوها وطفحوها وعلفوها وكبروها خلوها بغله. هي هربت منه. هل مش هتهرب باللي هي عارفاك بقالك سنه ولا كام شهر مثلا؟ في عقليه كده من البنات، عقلها صغير كده، مش فاهمه هي بتعمل ايه، هرموناتها مأثره على دماغها. ما تقولش حب، ده مش حب، ما اظنش ده حب. الحب اللي انت تسيبي اهلك والدنيا كلها عشان خاطر شخص انت ما تعرفوش اساسا. ما تقوليش اللي انا حبيته وعرفته عرفتي ده هيديك فوق دماغك. انا لسه موال كبير. لو انت عشان هو حب، ما هو اهلك وامك وابوكي واخواتك كلهم بيحبوك. شفت بقى دي؟ ما هو ده حب وده حب. ولا هو في حته الهرمونات اللي 9.9 دي اللي انا بقول عليها، صح ولا انا غلطان؟ هي الهرمونات دي هي نقطه التركيز قوي في اللي البنت بتهرب من اهلها عشان كده. وفي بنات بتهرب من اهلها عشان معامله، دي حاجه ودي حاجه. وفي بنات بتهرب من اهلها عشان مرات ابوها. ده كل حاجه وليها حاجه. ما فيش حد يقول لي ما بدخلش كله مع بعض. دي حاجه ودي حاجه. انا بتكلم البنت اللي بتهرب مع حبيبها عشان خاطر تقول انا بحبه، او الهرمونات. ولو ما كانش الهرمونات تقول لك بحبه. ولو انت بتحبيه ما اهلك بيحبوكي، صح ولا انا غلطان؟ ما انت لما اهلك بيحبوكي وخافوا عليكي ولبسوكي وشيكوكي وخلوكي 10/10، خلوكي الواد ده هو اللي يبصلك. الواد ده هو اللي لاحظ اللي انت فيكي حاجه مميزه. بعد ما لبسوكي وجهزوكي وعملوكي وفي الاخر عايزه تهربي معاه عشان حبه هرمونات، صح ولا انا غلطان؟ انا بنصح كل البنات يا ريت كملي حياتك مع ابوك وامك. مش تكملي حياتك وتموتي، لا، كملي حياتك مع ابوك وامك. خلي ابوكي او امك لو يعني متصلين يعني خليهم يكملوا جوازتك للاخر، عشان الشخص اللي هياخدك ده اول حاجه تضمني مستقبلك وتضمني الحاجات اللي هو هيجيبها لك. دائما الشخص ده اللي بياخد البنت من اهلها ويخطفها، يعني هي شكله خطف، يعني انت اخطفها من اهلها وانا بقى ايه اكلفنها بكلمتين، نقعد اوضه وانت تشتغل وانا اشتغل ونجمع مع بعض ونشتري احلى فيلم اجنبي ما بلوش اي عايزه. والله العظيم فيلم اجنبي ملوش اي عايزه. ما تقوليش اللي انت هتجمعي وتعملي، والله هتتبهدلوا. ومن شارع لاوضه والاوضه لشارع ومن بيت لبيت وقرايب لقرايب،
وفي الاخر يضحك عليك وياخد اللي هو عايزه. انا بنصحك انت والله، قبلت النصيحه خير وبركه، ده انت لو كملت الفيديو لغايه هنا يعني. ما قبلتهاش ما تتفرجش على الفيديو. بس انا كل بنت في سن المراهقه لازم أن تتفرج على الفيديو ده. الفيديو ده مهم وتعليمي ليكوا انتوا. انا خلاص انا اتعلمت من حاجات كتير قوي، وانا بنصح البنات مش الشخص يقول لك انا بحبك وانا بعشقك وانا مغرم بيكي ويجيب لك شوكولاته ويعمل لك للبحر طحينه تجري وراه. صدقيني والله جريك وراه ده اكبر غلط. اول حاجه هنتي نفسك وهنت اهلك وانت اللي ربوك وهنتي عيلتك كلها. ما انت لما تجري ورا الشخص ده وهرموناتك تشتغل وتجري وراه وانا عايزه الشخص ده تبتهيني، يبقى انت بتاذي حاجه وبتصلحي حاجه. يعني يا ريت بتصلحي، ده انت بتبوظي اكتر. بتصلحي اللي انت عايزه تتجوزي، انا معاكي الجواز ونعمه، لكن مع اهلك مش بعيد عن اهلك. الشخص ده ممكن يتجوز، ممكن، انا بقول ممكن، بس والله العظيم مر قدامي كده كشريط في الحياه اللي هربت من اهلها، هربت مع حبيبها ومن اوضه لاوضه ومن شارع لشارع واتبهدلت اوسخ البهدله، عامله زي الكلب حرفيا في الشارع. شفت الكلب حرفيا؟ بنصح البنات يا ريت البنت ما تهربش من اهلها. لو في حاجه غلط ممكن يكون اهلها ليه نظره تانية غير اللي انت شايفاه خالص. ما تخليش الهرمونات والحب ياثروا عليكي مع اهلك، ابعديهم خالص. اهلك شايفين لك الخير، انت بقى مش شايفه الخير، هتعملي كده وهتجربي كده وهترجعي الدنيا تلف وهتتفرجي على الفيديو وتقولي عندك حق، يا ريتني كنت اتعلمت منك. بس انا شايف اللي معظم الناس ما بتتعلمش من الكلام، ما بتتعلمش من الفيديوهات، بتتعلم لما تجرب، بتتعلم لما تدرس الحاجه، ولما تيجي تدرسي الحاجه خلاص انت دخلتي. ملوش لازمه التعليم، ملوش لازمه الفيديوهات، ملوش لازمه اي حاجه في اي حاجه، خلاص انت غرست خلاص. وبرضك انا بقول لك الشخص اللي هيقول لك اهربي، او الشخص اللي بيزن على دماغك يقول لك اعملي كده، الشخص ده صراحه ده ما يتحبش، الشخص ده ما يتامنش. هو بيقول لك اهربي من اهلك، مفهومه الكلمه صح ولا غلط؟ مفهومه الكلمه بتشرح نفسها، الكلمه والله العظيم بتشرح. واحد بيأذيكي، واحد بيدلك على الغلط، هل هتمشي ورا كلامه؟ عقليا يعني هتمشي ورا كلامه؟ ولو مشيت ورا كلامه هتعملي ايه؟ هتغرزي رجلك في حته اوسخ حته في الدنيا، الزنا بقى ونوم في الشوارع ومن راجل لراجل وحاجات كتير قوي. انا بنصحك الشخص اللي يقول لك سيبي اهلك وتعالي معايا، اوعي في حياتك تعملي كده. لو الشخص اللي معاكي قال لك لا، اهلك ثم اهلك، انا هاخدك من ابوكي، هاخدك من امك، هاخدك من الجن الازرق، بس هاخدك بالحلال وتضمني حقك وتضمني مستقبلك، عشان في يوم من الايام معرفش الدنيا فيها ايه، يمكن انا اتغير، وفعلا ده اللي هيحصل، هيتغير 100%. صدقوني والله، عشان كل فتره فيها تغيير. اول حاجه الحب، الخطوبه، الجواز، العيال، كل فتره فيها تغيير للراجل وممكن كمان للست، يعني غالبا يعني 50% الست، بس الراجل بيتغير كتير قوي. اول حاجه الضغوطات، ما هو لما الحب في ضغوطات، الحب بقى رومانسيه وحب وخروجات ونجيب اكل وناكل ونجيب مصاصات ونلعب والكلام ده معايا. دخلنا في الخطوبه، ما هو في ذهب ومسؤوليه واهل هيقابل اهله وهنجيب ونعمل فرح ما هو فلوس بتدفع، صح ولا لا؟ والشخص اللي عايز يدفع فلوس كده وما لاقيش مقابل، او ما يلاقيش مقابل لدفع الفلوس، هيتغير والهرمونات بتتغير. انا بدفع فلوس ليه؟ عشان اخطبها، عشان اتجوزها، وبعد كده اتجوزها واخطبها اعمل ايه؟ اعمل الدنيئه بعد الجواز في الحلال يعني. طب ما انا ممكن اخدها كده اغلفنا بكلمتين واخدها. فاهمين انتوا؟ فاهمين الكلام هو ماشي ازاي؟ في ناس بتفكر كده.
الشخص اللي يقول لك انت بنت حلال وهاخدك من ابوك واخدك وهجيب لك واعمل لك واسوي لك قدام اهلك مش من ورا اهلك، ما يقولكيش ههرب وهعمل واسوي. اول ما كلمه الهروب او بعيد عن اهلك وتعالي واعمل لك اللي انت عايزاه تفهم الكلمه اللي هو شمال. هو شخص شمال من الاخر، ما تقوليش اللي انا بحبه وبعشقه ومزي وشفايفه حمراء ولا الشعريتين اللي عنده دول تمام ولا عيونه خضراء. انت هتتجوزي ايه بالظبط؟ عايز افهم. لما اي بنت تختار اللي هي تتجوز تختار حد يسند عليه، حد راجل مفهوم اللي هو هيبقى سندها في الحياه بعد ابوها وامها. لكن الشخص اللي يقول لك اهربي واجيب لك اللي انت عايزاه، مفهوم اللي ده شخص شمال ومش هيجيب لك اللي انت عايزاه وهيضربك في الحيط بعد ما ياخد اللي هو عايزه، ولو حتى اتجوزك مش هيعمل لك قايمه وهيضحك عليكي، ومن اوضه لاوضه البيت لبيت لشارع لشارع واصحابه يغملوه وهو يعزمك عليهم وهو يعزمهم عليهم وسجارتين وموال اسود. احنا بلاها عنه. انا بنصح كل بنت تفهم الفيديو وتتفرج عليه صح بالتأني. احلى مسا عليك.